سمي الله يا اساتذه. 3 2 1 اكشن. هموت من الضحك. فريد عنده سؤال مهم قوي يا دكتور. عايزه جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظر. والله الذاكره بترجع اهي واحده واحده بس واحده. الامومه مش سهله. يا رب تستفادوا منها لا بص عايز اخدها وان شوت. مسؤوليه كبيره قوي بتبقى فجاه مش عاجبني. طب مش بسم الله اخر مره ان شاء الله. نادية بقى عشان هتموت. هنقلب بقى. انا بصي ولا لا هعيط. هو يا عم في ايه يا عم بهزر. مود مقفول كده. بس go around them. انت يا لينا يا بطاوي يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا بحبكم قوي. لاف يو يا لينا. الأمومة بداية جديدة، بداية القلب بيتغير، مشاعر بتتخلق لأول مرة. لكن لما تكون الأم فنانة كبيرة عشنا معاها على الشاشة، حسينا بإحساسها وضحكنا على ضحكها وبكينا لما كانت بتبكي، بيكون دايما عندنا فضول هي كأم عاملة ازاي. ضيفتنا النهارده اتعلمت في بيت فني كبير لأن والدتها الفنانة سهير المرشدي ووالدها الفنان الكبير كرم مطاوع. بس احنا النهارده مش جايبينها هنا عشان نتكلم عن الفن بس، احنا هنتكلم عن أول سنة أمومة وكل حاجة ليها علاقة بالأمومة. أول مرة بكت، أول مرة ضحكت، كل المواقف والصعوبات اللي واجهتها. ضيفتنا اللي معانا النهارده هتكون النجمة حنان مطاوع اللي أنا شخصيا متحمسة جدا للقاء معاها لأن هي قليلة الظهور والكلام عن الأمومة، وأنا دلوقتي قاعدة مستنياها وخلاص هي على وصول. هلو عاملة ايه؟ لا ايه مبسوطة قوي انا قوي. انك معانا النهارده. يلا بينا. انا مبسوطه قوي انك معانا النهارده وهتعرفي ببساطه قد ايه لما الحلقه دي تنزل وتشوفي الانترو اللي انا قلتها في الاول. لا متحمسه جدا ومتحمسه ان انا هعرف منك بوينت عنك اعتقد ولا انا ولا ناس كتير قوي تعرفوا الامومه وحاجه جديده، فمنورانا فينا كلام تاني. يا لينا انا اللي مبسوطه قوي ان انا معاكي ومبسوطه علشانك ومبسوطه بالبرنامج وبالتجربه اللي انت بتنقليها للامهات، ويعني يا رب تستمتعي بامومتك وتخويه وتشوفيه احسن الناس يا رب. يا رب. حنان تعالي بقى نرجع للحظه اللي غيرت كل حاجه في الحياه. انت اتغيرتي وانت كل حاجه اتغيرت. لحظه لما شفتيها اول ما اتولدت. بصي انا اول ما اتولدت كنت في المستشفى، كنت سيزيرين وفايقه طبعا، وكنت طالبه ان انا ابقى فايقه علشان اقعد ادعي بقى واقرا قران وادعي ليها وليا ولجوزي ولمامتي. بعدين استوقفني حاجه انه جوزي امير كان ماسك ايدي، وبعدين فجاه لقيت الدكتور والممرضات بيقولوا شبه الاستاذ اللي هناك، شبه الاستاذ اللي هناك. قلت استاذ اللي هناك ايه؟ انا جوزي جنبي. انا كل اللي قلت مين الاستاذ اللي هناك؟ فبص لقيت حمايه واقف لي هو وماما في حته كده فيها ازاز. فقلت لهم ايه ده؟ هي شبه انكل؟ انا مش ما جيتش خالص يعني. طب اي حاجه؟ فالدكتور قال لي لا فيها حاجه من باباكي. قلت له يعني كلهم رجال انا مش يعني يا بابا يا. فقلت لهم طب لو سمحتوا عايزه اشوفها ارجوكوا. لقيت ماما بتلفها كده واللبس والحاجات وجايبها لي. اول حاجه قلت بسم الله ما شاء الله طبعا وكبرت وكده، وبعدين قلت هو كل النفخه اللي انا كنت فيها على دي ملهاش بقيه. انا مكسوفه قوي. بصي كنت لسه ما دخلتش في اي مرحله من مراحل الامومه بصراحه. يعني كنت واقفه عند البوردر لاين، عارفه لما واحده فايقه قوي حاسبه كل خطواتها، طبعا اكل ايه ما اكلش ايه علشان الفيتامينات توصل لها، فايقه قوي مش مستمتعه. فاهمه. يعني كنت لسه ما حصليش بقى في الفلو الجارف اللي جاي. يا نهار ايه بقى احكي لي. فاهماكي قوي. انا مبسوطه قوي ان انت يعني حاسه ان المشاعر متبادله. فاهمه قصدي؟ أيوة تجربه قريبه شكلها قوي قوي. حصل ايه بقى بعد؟ ما اعرفش، انا حسيت ان الدنيا توقفت عندها، يعني وكأني ما كنتش عايشه. يعني انا الى الان بقعد اقول لجوزي هو انا ازاي ما كانش فارق معايا اني اخلف؟ يعني ازاي كنت بقولها بقلاطه قوي كده؟ وجبت الثقه دي منين؟ يعني انا اتبدلت 180 درجه على المستوى الانساني، على المستوى العاطفي، على مستوى الاشباع النفسي. يعني مبدئيا طبعا يا رب يدي كل مشتاق. يا رب، يا أنا رب. بخاف قوي يا رب. واحد بيتكلم في ربنا الحاجات دي. يرزق يا رب. ربنا يرزق كل مشتاق. طبعا بس هي نعمه كبيره طبعا. كبيره كبيره،
وسند قلب. يعني انا دايما بقول انه قلبي اتسند بيها بجد. بعد الولادة دايما كده في فترة أنا بحس أول سنة دي أصعب سنة، وإذا ما كانش أول 3 شهور تقريبا أنا ساعات ما بفتكرش يعني، وأنا أصلا فريد لسه عنده سنة، فلما حد يقول لي أنت لما كان عنده شهرين تقريبا من كتر أما أنا مش مركزة باللي بيحصل ما بفتكرش. محمد أصلا جوزي يقول لي على فكرة أنت كان عندك حالة عصبية وأنت نايمة، حضرتك كانت بتقعد تلعب، فاللي هو إيه ده، أنا بجد مش كان بيصورني فيديوهات. احكي لي بقى عن خلاص أنتوا ماشيين من المستشفى وراجعين البيت وهي معاك. لا ده قبل المستشفى. انا هحكي لك اول تجربه ليا. انا كنت متخيله ان انا كاني في فيلم، ان انا حملت، واول انا متعوده دايما ان انا بدخل المسلسل بينتهي فبدخل اللي بعده. فانا كنت متخيله انه الحمل دي فقره هتنتهي وبعد كده هرجع زي ما كنت، اخرج وقت ما انا عايزه، انام وقت ما انا عايزه، وكلمه انام دي طبعا نحط تحتيها طبعا 20 خط. طبعا. فإذ بيه ان انا قاعده في الاوضه كده والممرضه داخلالي بأماليا، هما كان الاول حطوها في اوضه كده بيبقى فيها كل الاطفال، فداخلالي بتقولي دلوقتي حالا الرضاعه. قلت لها لا شويه، مش ثانيه فاضيه دلوقتي. ثانيه واحده يعني. فقالت لي لا يعني ايه ثانيه حالا، ايه ده حد ياخد حد إيه كده. في حد يدخل على حد كده وامرنك. قلت ايه ايه الكلام ده، ايه الكلام المباح ده، مفيش حرمه، انا مش ليا خصوصيه يعني، ايه ده، كل الكلام جرح ودني عارفه. طب ادوني 5 دقايق واصلا بتلاقي في ناس في الاوضه يعني كل وعادي. حاجه. قلت لها لا انا بني ادم ليا حيثيه وليا خصوصيه وليا طقوسي الخاص، من فضلك انت بتنتهك كل حرمات الانسانيه. لا انا رافضه كل الموقف. وجوزي يهديني يقول لي مش وقت اللغه العربيه دلوقتي، مش وقت اللي انت. تقول لا ده بتجرحني جدا وتديني وقتي وافهم ايه اللي هيحصل. يا ستي في حاجه اسمها السرسوب، ايه الكلام ده عارفه وبقول لك دخلت عالم صدمه. افتراضي. ده اصلا الكلام ده بعد اول 3 ساعات انت لسه. ايوه انا ما اعرفش، انا واحده لسه طالعه من العمليه وفاكره انه العمليه دي ان في فتره خلاص بقى نقاهه. لا مريضه صح. والمريض بيتخدم، انا ما اعرفش ان المريض بيخدم. انا وشوفي انا مثلت كتير وياما صحباتي خلفوا، دي حاجه صح. انتك تعيشيها حاجه تانية مهما حد بيحكي لك عليها غير لما انت بتعيشيها. طبعا وبعديها بقى يلا عشان نعلمك ازاي تحميها. قلت لهم وفين جوزي، ما لازم يبقى معايا في الفقره دي. وبعدين كان اول مره اشوفها من غير هدوم فلقيتها قد اصغر كده. يا حبايبي قلت لها انا ما اقدرش امسكها، افرضي لوحتها ولا عملت يا ستي ما تخافيش. وبعدين الممرضه ماسكاها كانه ماسكه فطيره عارفه قلت لها لا انا تعبت. ضغط. بصي كل ده كنت بعمله بآلية الحقيقه، يعني عايزه ارضي ربنا، عايزه اعمل حاجات كما يقول الكتاب عشان ما بقاش مخطئه في حاجه. كنت بسمع انه في حاجات بتتعمل غلط كتير فممكن تصيب الطفل بأذى. عارفه كل حاجه عايزه فايقه قوي، فاهمه قوي. حتى واحنا خارجين من المستشفى انا فاكره كويس، كنت انا وامير وحمايه مش عارفه يعني، عارفه اللي هو انا وهي مش عارفه اعمل ايه. انا مش عارفه اعمل ايه، معايا كائن مسؤوله عنه خلاص انا طول عمري ومش مستوعبه ومش عارفه امتى هتاكل امتى، مش عارفه حاجه. وبعدين الدكتور قال لي انت اون كول، يعني حتى كنت داخله برضو بالسيستم بقى وهننظم الرضاعه وامتى سليب روتين قال لي لا حبيبتي انت اون كول. قلت له يعني ايه اون كول؟ قال لي يعني انت عند الطلب اللي هي تؤمر بيه. قلت له افرض امرت طول الوقت. قال لي يبقى انت طول الوقت. قلت له ده انا عبده ذليله عارفه. كنت فايقه جدا وقتها للاسف. بس لما بيرجع بيا الوقت، لو انا دلوقتي بحبي ليها وادراكي هي نورت عمري قد ايه، لا ده انا هبقى اون كول مش هيبقى فارق لك عادي. اللي انت عايزاه تمام. ايوه بالظبط. مين اختار اسمها؟ انا عاجبني اسمها قوي على فكره. احنا الاثنين. الاول انا كان نفسي اسمي اسم عربي، اوكي، وكنت محتاره ما بين اسمين بس جوزي قال لي فاكره كانوا ايه؟ ايوه طبعا ايه بقى؟ رفيده ونسيبه. اوكي. وطبعا رفيده دلوقتي اتعرف عشان رفيده عادي، هي نسيبه اللي جديد. لا ورفيده وقتها برضو ما كانش معروف قوي من 7 سنين يعني مش زي دلوقتي. فامير قال لي لا انا مش عارفه انطقهم،
ومبدئيا فقال لي معلش دي بنتي برضو فليا حق البلد نصين. فقال لي ارجوكي، وبعدين قال لي طول الوقت انا حاسس ان انا هبقى داخل بالهودج. فقعدنا نهرج طبعا، واسماء حلوه جدا بس. فقلت له طب ايه؟ قال لي مش انتي بتحبي المصري القديم؟ قلت له جدا. قال لي طب ما تيجي نختار من الاسماء المصريه القديمه، ودخلنا عملنا سيرش، وفي واحده صاحبتي جابت لنا ليست. فلقينا اماليا واناليا. اناليا هي الابنه الكبرى للملك المصري القديم، او ما يسمى بالفرعون، بس انا ما اوكي. بحبش كلمه فرعون. واماليا. اماليا الابنه الصغرى، وانا حبيت الاماليا اكتر، اوكي. وهو حبه اكتر، فسميناها الاميره الصغيره ابنه الملك. طبعا هو فرحان لان هو الملك. طبعا. فطبعا وابنة الملك فهي برنسيس خلاص، ما دلع ما بعده دلع. بحس دايما انا بقى هسيب خالص الاسئله اللي هم كاتبينها لي واتطرق بقى معاكي. البنت بتبقى حبيبه باباها اكتر فعلا؟ لا ما تقوليش كده. انا بسالك عايزه اعرف، طمنيني. بس طبعا صح. لا بس حبيبه مامتها برضه. بس في يعني ساعات بتغاظي منهم شويه كده. لا بصي، هي في حاجه جميله برضه في اماليا، ربنا يبارك في عمرها. ربنا يخليها. هي مش غياظه، مش فاهم كياده. فاهم. يعني لما مثلا ادخل في حالة البوس، أنا وهي أقعد أبوس 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 وبحضن وكده. ومثلا أمير يقعد يقول إيه ده إيه ده إيه ده هتخلصيها، أنا ليا شوية كده. فتقول له لا أنت حتة ومامي حتة، يا يعني حبيبتي ربنا يخليها. ما بتتكاش. والعكس طبعا لما هو بيقعدوا بقى أحضان كده، وأنا بقى هبقى عايزة أنا كمان أبوسها، فتقعد تقولي حاضر حاضر ثانية واحدة ثانية واحدة الدور الجاي. فاكره اول شعور كان مسيطر عليكي ايه وانتي خارجه من المستشفى؟ حب، خوف، ايه اللي كان مسيطر عليكي وقتها؟ الخوف والقلق. بصي أنا بحب أبقى ألفة كل شيء، يعني إيه، معتادة على الحاجات، ما بحبش المفاجآت اللي تخض. بحب حياتي، بيتي، صحابي، كومفورت زون بتاعي. فأنا كنت حاسة إن أنا داخلة عالم مش فاهمة فيه حاجة، وإحساسي بالمسؤولية والجلد، إني خايفة أعمل حاجة غلط. أغلط في حقها، أغلط في حق ربنا. طول الوقت خايفة، طول الوقت. ما استمتعتش، يعني أنا استمتعت بعد 3-4 شهور ابتدى الموضوع يختلف تماما معايا. بتشوفي ان الامهات بتربي بسبب احساسها بالجلد، الاحساس اللي هو بالذنب؟ يعني انا ساعات بحس ان ربنا مخلي الستات احساس الذنب عندهم ازيد شويه، عشان ده اللي احنا بنبقى مش بنربي بيه، بس فاهمه قصدي؟ الإخلاص عشان تبقى متفانية. ايوه. هو للأسف بس أنا حاسة إن كل ما بتحرر من الإحساس بالذنب ده، كل ما ببقى مستمتعة بيها، فبيوصل لها ده. هي كل ما انتي بتبقي مرتاحة، كل ما الطفل بيحس، يعني بيحس بحضنك وانتي قلقانة وانتي خايفة وانتي غضبانة وانتي مبسوطة، وانتي يعني الأطفال بتقرأ الطاقة وبتقرأ المشاعر، لأن لسه هي ما عندهاش قوانين عقلية قوي، فمش فايقة قوي. لكن اللي صاحي عندهم جدا هو الغريزة والمشاعر والطاقة، فبتاخد منك وبتاخد من طاقتك جدا. ودي من الأخطاء برضو اللي أنا عملتها في الأول. أنا كنت على أعصابي قوي. يعني أنا عايزة أقول لكل أم ارتاحي واهدي، وهي التجربة هتعدي. وكل ما انتي كنتي مستمتعة، كل ما الطفل طلع كويس، وكل ما طلع صحي أكتر. وحاسة إنه ابتديت أحس إنه مفيش حاجات كتير قوي صح وغلط. انا اصلا بقيت بحس ان التربيه ما ينفعش صح وغلط، يعني في طبعا اساسيات حرام وحلال، ده طبعا يعني، بس قصدي ان بقيه الحاجات عايزه ترضعي، عايزه تشربي لبن صناعي، تمام. عايزه تودي مدرسه انجلش، مدرسه فرنش، يعني قصدي ان في ضغط بيتحط وهو ما فيهوش صح وغلط. انت استريحي مع ابنك وجوزك وبنتك، ودلوقتي الناس بقت بتحط نفسها في ضغط زياده قوي، بتحسي كده؟ معاكي حق. لا بصي، هو في حاجات صح وغلط، بس الأصح ان انتي تبقي مرتاحة. يعني لو خيرتي مثلا ما بين انه الرضاعة الطبيعية طبعا اصح، طبعا مفيش نقاش طبعا. لكن لو هتبقي مضغوطة قوي وكل مرة بترضعي ابنك وانتي في حالة من الضغط، بينما انك لو عملتي احلال، ما تمناش طبعا، بس لو عملتي طبعا. احلال وكنتي مرتاحة واديتي مشاعر واديتي حب اكتر،
لأ ممكن ده يبقى أكتر، يعني الأصح إن أنتِ تبقي مرتاحة، صح. علشانه مش علشانِك أنتِ بس. أول 3 شهور أنتِ قُلتِ لي كانوا صعبين أوي عليكِ، عدّوا إزاي، حصل فيهم إيه؟ هل مرّيتِ باكتئاب حمل أو لأ؟ كنتِ فاهمة معنى الكلمة دي، قصدي اكتئاب ما بعد الولادة، يعني قولي لي الفترة دي كانت عاملة إزاي معاكِ، وإيه أكتر حاجة ما تنسيهاش؟ لأ أنا كنت يعني مش في أفضل حالاتي للأسف الشديد، يعني جالي اكتئاب ما بعد الحمل واكتئاب الحمل الحقيقة الاتنين، بس اكتئاب ما بعد الحمل ده كان خطير جدًا، ما كنتش باعمل حاجة، أنا كنت قاعدة بس بارضّع، هي تنام، فأحاول أريّح، تقوم، فإحنا كنا في الوضع ده على طول. بتختاروا الصحيان وقت ما أنتِ في عز أحلى نومة. هي كانت بتنام في الحضن، فما كانتش بترضع، فبتنام، فأنا افتكرتها نامت، فبابعدها، فتقوم، يعني فأنا طول الوقت زي ما الدكتور on قال call. on call هو الدكتور جابها صح. on call. فهي دي كانت فترة أنا مش فاهماها، بس هي فترة جميلة أعتقد، لإنها فترة بتعمل bond فظيع ما بين الأم والطفل. لمّا بعدتِ فهمتِ أكتر؟ لمّا فُقت. لمّا اللبن قَل، فاضطريت أدخّل حاجات صناعية، ف ف فالموضوع ده خلص، وموضوع بيتحجّر والحرارة اللي بتزيد عندي والأدوية اللي باخدها، كل الحاجات دي لمّا خلصت الفقرة دي، فبقيت أنا وهي بس من غير، أنا مش عارفة، أنا حاسة إني غلطانة إني باقول كده. أنا أصلي ما ارتحتش خالص للأسف في موضوع الرضاعة للأسف، يعني أنا حاسة إنه ربنا يعني قلِّل اللبن رحمةً بيّا. فاهمة. هو ربنا بيدّي كل واحد على قد، لا يعني يكلّف الله نفسًا إلا لإن وسعها. كان إحساس الذنب عالي جدًا، وما دام ربنا مدّي لبن يبقى لازم طبعًا، هارضّع لإن طبعًا، ده رزقها، طبعًا. وكل ما باعمل كده وحرارتي تعلى ويحصل تحجير، يعني كنت في تعبتِ. دايلما غريبة جدًا، مش عارفة أخرج برّه الأوضة، يعني أنا قطري هو الأوضة، وبرضه دلوقتي على قلبي زي العسل، يعني ده لو حصل لي، فاهمة. يعني أنا دلوقتي لمّا مثلًا بتقعد تقول لي احكي لي الحدوتة 500 مرّة هتحكيها. وفرحانة، الغريبة إن أنا باحكيها وأنا كإني مثلًا بافِن، فاهمة. يعني هي كل الحاجات اللي كانت بتحصل وأنا غضبانة، ما كنتش مستمتعة بيها، دلوقتي لمّا بيحصل أضعافها بابقى فرحانة على قلبِك زي العسل عادي جدًا. يعني هي اسم الله ما شاء الله 6 سنين ونُص، يا حبيبة قلبي. وهي كمان عشان أنا طويلة وأمير فهي طويلة، فلمّا بتقول لي شيليني لازم أتنقل المستشفى بعدها. أشيل إيه يا ماما أنتِ اللي تشيليني. لأ باشيلها يا سلام! عارفة لو جالي الديسك وخدت مش فارق لِك، مش بعديها طبعًا، مسكنات، اطلبي بس. أأمري. صح. أأمري. دايمًا نصايح الناس بتكون مش كلّها صح. فاكرة إيه أكتر نصيحة اتقالت لِك في الوقت ده وضايقتِك؟ يعني في نصايح معيّنة كده؟ آه. إيه بقى؟ احلقي لها شعرها عشان ليه؟ شعرها يتقل، لأ أنا مش هاحلق لها، ما أعرفش، أنا ما أنا أعرف، عايزة أعرف يا جماعة مين اللي طلّع النصيحة؟ أنا مش نِفْسي عارفة، أعرف. أنا ابني شعره طويل، أوكي، ما شاء الله عليه شعره طويل وواقف كده من الجنب، احلقي له شعره عشان ينام. ليه ليه طيب؟ مُطعم كده، ليه؟ عايزة أعرف ليه؟ إيه ده لا غريب أوي حوار حلق الشعر ده. احلقي الشعر عشان شعرها يطلع ناعم وطويل ويتقل، البنت شعرها خفيف أوي، ما يطلعش خفيف، وبعدين خفيف إيه وهي عندها شهر، هي يعني أصلًا يعني مقياس إيه اللي الشعر عنده أصلًا. شهر أصلًا. جبته ده منين؟ لأ ولبن الأم على الجسم عشان ما تبقاش مُشعرة، كلام، أنا سمعت دي سمعتها ما عملتش أي سمعت حاجة طبعًا، ما عملتش أي بس حاجة. بتسمعي. طب في نصيحة غيّرت حاجة للأحسن؟ يعني تفتكري نصيحة معيّنة اتقالت لِك حسيتِ إن إيه ده، لأ دي فرقت معايا؟ استمتعي. آه. طبعًا أول ما اتقالت لي كنت حاسة إن أنتم مش حاسين بيّا خالص، أنتم في عالم موازي، أنتم ناس جحدة، بس لأ هي فعلًا استمتعي لإن اللحظة كمان ما بتجيش تاني، بتيجي التانية، تيجي واحدة ممكن أحلى، إمم. بس ما بتجيش دي نفسها. صح. الأمومة غيّرت إيه في نظرتِك بقى في الحياة؟ أنتِ أكيد بقيتِ شخص تاني صح؟ طبعًا بقيت أرحم، يعني الرحمة زادت، الصبر أرحم، أنضج، آمم أحَن، مُعبّرة أكتر عن مشاعري جدًا، آآ هو أنا طول الوقت باعبّر عن مشاعري، بس دلوقتي بقيت بادلدق أكتر. مشاعري، لأ خلاص بتقعدي بقى، تقولي لها بقى باحبِك وكده. باحبِّك، بتعملي إيه يا منها؟ رب ما تزهق. والنبي احكي لي منها لأ بتعملي إيه؟ على طول باحب ده ليل نهار، ده وإحنا بنتفرّج على التلفزيون، باحبِّك يا لولو، وأنا كمان،
وهي خلاص بقى عايزة خلاص تتفرج. بقى يا ستي بقى. طبعا طبعا. بتشوفي إن الأمومة غيّرتِك أنتِ كمان في تعاملِك مع نفسِك؟ إيه اللي اتغيّر؟ حسيت ان الأنثى دي كائن عظيم. يعني احساسي لا ان ربنا يخصك انك تحملي في احشائك طفل، وانه يكبر جواكي وياكل منك ويتنقل له جهازه العصبي منك واحاسيسه منك، وبعدين تلديه تنفصلوا بس تفضلوا متصلين، وبرضه ترضعيه لبن، اكل، ترضعيه اخلاق، حنيه، فهم، رؤيتك للحياه بتنقليها له. يعني مش معقول يعني واحده بتحمل في طفل إلى أن يبقى رجل أو امرأة، وهي برضو بتحمله يعني سواء جواها أو براها، بس هي طول الوقت حملاه، يعني طول الوقت الحبل السري ما انقطعش. شيء فظيع يعني الست بتمد طفل إلى أن يبقى كائن، يبقى هو كمان أب أو أم، يديله حياة. فلا بقى حسيت إنه لا، كائن عظيم. والأب كمان على فكرة، بس طبعًا. الأم حدوتة كبيرة. أمير جوزِك كان عامل إزاي في الفترة الأولانية بعد ما بقى أب وكده؟ أمير كان عنده مشاعر الأمومة أقوى مني في الأول. أنا والله العظيم باحس الرجالة معظمهم كده، صح؟ والله العظيم أمير أول ما قلت له أنا حامل بقى طفل يا حبيبتي، وأنا غضبانة، أنا في مصيبة. وهو كيوت جدا. وبعدين برضو أول ما اتولدت لا، كان متعاون جدا وحنون لأقصى درجة وادخلي نامي، أنا هقعد بيها طبعا 5 دقايق وتعالي شوفي هنعمل ايه. قومي يا ماما. on بس call. هو نيته كانت خير. هو شال معايا موضوع مثلا الحمى في الأول، لأن فعلا أنا خايفة أمسكها يعني، وهي كده مش خايفة تقع مني، جلدهم بيبقى طري ومكرمش ودماغهم لسه يا روح، صح. يا حبيبتي، هي دماغها على ايدي يعني، هي كلها في المنطقة دي ماسكاها كده. لا هو كان عنده مشاعر أمومة أقوى مني في الأول، يعني متفاني، عايز يخدمها ويخدمني الحقيقة في الأول. ربنا يخليكم لبعض. يا رب. الشهرة ساعات باحس إن بيكون ليها تَمَن، هل عمرِك حسيتِ إن أنتِ بتخافي من الشهرة على عيلتِك، عليها هي بالذات، التصوير والسوشيال ميديا والناس، وبتبقي دايمًا بتحاولي على قد ما تقدري إنِك ما تظهريهاش، بس ساعات الناس بتكون عايزة بالعافية، اللي هو إحنا شُفناكِ في مكان فيالّا. اتعرضتِ أنتِ لموقف زي ده تقريبًا من قريب؟ اتعرضت. بس آه، أنا عايزة أقول لِك حاجة، آه، الناس لأ، أنا شُفت من الناس دفى وحنيّة وجدعنة أنا ما شُفتهاش، على فكرة من كل المستويات، من أول اللي بادخل الحمام، اللي بتنضّف الحمام، اللي تقول لي اللهم بارك مثلًا، وتقول لي ممكن أتصوّر، فأقول لها ممكن بس ما نصوّرش، تقول لي طبعًا، وهي اللي تحافظ في ناس عليها بتحترم جدًا. لحد من تحت لفوق. لا، لا، لأ، لأ، الناس على فكرة الناس جميلة ومقدّرة ومتفهّمة، اللي مارس أمومته واللي ما ربنا ما رزقوش، في درجة من درجات الرحمة والوعي عالية. مين بقى اللي بيضايقوني بقى؟ مين بقى؟ مين بقى؟ مين بقى يا ترى؟ اللُذاذ اللي بيبقوا ماسكين الموبايلات يصوّروا الفنانين وياخدوا اللقطة عشان ينزّلوها على السوشيال ميديا فياخدوا reach. وتشوفي في الفيديو مكتوب عليه أصلًا حاجة غير كمان اللي طبعًا. يعني يا ريت حتى مكتوب الصوت الحقيقة. بنتها وهي داخلة الجامعة وهي بس عندها 6 سنين. هو كده على طول. دول يعني الصحفيين ناس محترمة جدًا، المصورين ناس محترمة جدًا، الناس اللي في الشارع مش معقول في منتهى الذوق، يعني حتى اللي بييجي يتصور معلش إحنا عارفين إن أنتِ مع أسرتِك بس ممكن تتصوري، أنا بقى يقولوا لي كده أبقى عايزة أشيلهم، أقول لهم ده أنا عايزة أعمل معاكم فيديو مش تعالوا نتصور نعمل ألبوم. نطلع لايف. نطلع لايف. لأ الناس قمر، إمم. لكن الناس اللي بقى واخدة دي مهنة، طبعًا إنهم ياخدوا reach. باحس بقى إن هم حطّوا إنسانيتهم وأخلاقهم ومرجلتهم. بتفقدي السيطرة ساعات؟ يعني حصلت آه. قبل كده فقدتِ السيطرة أيوه، آه. أيوه طبعًا، لأ مع أماني بافقد لأ السيطرة. وأنا فاهمة متفهمة جدًا. يعني ليه أنا أبقى رايحة أفرّجها على فيلم
هي انا فاكره انا شفت القصه ليه؟ دي، صح؟ ايوه انت خارجه مع الجروب بتاع الامهات، ايوه صح كنت كده؟ خارجه مع كذا حد من صحابها بامهاتهم، لانهم خلاص بقوا صحابي كمان، يعني اه بقينا جروب يعني. وبفسحهم رايحين فيلم الاطفال، فكان في عرض خاص ده كله بيبقى تليفونات دي. لا وورايا، يعني عارفه هي كمان مش مهيئه، اه يعني انت عارفه انا النهارده مستأذناها ممكن تتكلم، اه ويا عالم برضو هي امودها. هترد ولا مش هترد، لكن هي مش مهيئه لده. اه يعني هي ياما خرجت معايا وشافتني بيتصوروا معايا، وهي بتقف على جنب مثلا امير يمسكها او صاحبتي تمسكها لحد ما انا اخلص التصوير. انا مش عايزه انتهك طفولتها، مش مم. عايزه اسرق لها عمرها. هي لما تكبر عايزه تبقى حد مشهور، هي حره. توافقي لو رديت تمثل، لا عايزه تمثل في يوم من الايام؟ لا انا مش هاخد لها قرار. لا انا يعني هي لو عايزه هتسيبيها براحتها. انا عايزه اربي بس كويس، يعني ربنا يديني ان شاء القوه الله. والحكمه، واربي كويس ويبقى عندها منظومه من الاخلاق والدين، وهي تختار. مم. انا عايزاها يا تبقى لهوي، اجابه مبسوطه. حلوه قوي انا قوي. عايزاها تبقى مبسوطه، وعايزاها تعرف تقول لا. امتى تقول لا؟ لان لا اغلى من ايوه. صح تدفعي تمن لا كتير. صح. تعرف تقولها، تختار اللي هي عايزاها تبقى متزنه ومبسوطه. شغلك كممثله صعب جدا، يعني انا بتخيل ان مواعيد التصوير والايام، وانت شخص بيكي قوي في اختياراتك، مش من الشخص اللي هو يلا هعمل اي حاجه، لا بتعملي حاجه دور حلو مختلف. عمرك فكرتي ان انت ممكن تبعدي عن التمثيل عشان خاطر الخلفه، او حسيتي ان دي حاجه مخلياكي مأثره عليها؟ وانا عشان امالي ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا، اي حاجه، بس في حسابات تانية بحطها في الاعتبار. اولا انا الفن حقيقي بيساعدني، وانا لما ببقى مبسوطه ومتحققه بينعكس عليها. اولا ببقى قدوه ليها، هي بتشوف نموذج، ما طبعا الام دي والاب نموذج، فانت عايزه تقدمي لها انهي نموذج، وعايزاها تبقى هي تختار. انا قدمت لها النموذج ده وهي تختار، مش عشان تبقى زيي، بس تبقى ده النموذج اللي انا معتقده انه كويس. انا معتقده ان الست اما تشتغل وتفيد الاخرين وما تجيش على بيتها، انا شايفه ان ده نموذج كويس. طبعا. هي عايزه تختلف عني، هدعمها، بس انا عايزه اقدم لها ده. الحاجه التانية اني حقيقي انا بتحقق، حقيقي بتزن، حقيقي بستمتع بتبسط، فبرجع لها مبسوطه، برجع لها. انت عارفه لما حد يبقى محروم قوي قوي، ممكن ما يبقاش عنده مشاعر ايجابيه تجاه حاجات كتير. او يعني انا لو محرومه من حاجه وانت جيتي سالتيني، ممكن قوي اجابتي تبقى متاثره بحرماني. صح. لكن لما ببقى شبعانه بجاوب بشكل افضل واكبر واعمق. صح. فانا يعني عايزه ابقى مبسوطه عشانها، عشان تعرفي تبسطيها. بالظبط. وفي كمان مسؤوليات ماديه في الحياه، طبعا احنا طبعا مش اغنياء. طبعا. ففي حسابات كتيره جدا، وكمان عايزاها تبقى فاهمه ده. انا بنزل يا حبيبتي مش بس عشان بستمتع، في جزء بستمتع زي ما انتي بتستمتعي لما تروحي المدرسة وتروحي لأصحابك، بس في جزء كمان إني بحقق لك أحلامك أنا وباباكي بشغلنا. صح. يعني هاتيلي ده وعايزة ده وعايزة أروح هنا وعايزة، كل ده equals دنيا equals فلوس، بتدفعي حاجة مقابل إنك تاخدي حاجة. أنا علشان أوفر لك ده أو بابا يوفر لك ده لازم تتحرمي منه شوية، بس هيرجع لك آخر اليوم ياخدك في حضنه وبتاع، بس علشان هو بيجيب لك اللعبة اللي انت عايزاها، بيوديك المدرسة اللي انت احنا متوسمين فيها خير. ف ده فهم برضه. طبعا. دلوقتي هي 6 سنين ونص، صح؟ شكلا شبهك ولا شبه باباها؟ انا بقوم بدور الكومبارس هي حتة من حماية، زي ما أيوة. الممرضة قالت في أيوة. الولادة. هي بعدت دلوقتي عن أنكل ها. شوية، بقت أقرب لأمير. هي ما بين أمير جوزي وأنكل، وفيها من بابايا من بعيد خالص. لا بس أنا انت مفيش خالص. الحمد طب لله. شخصية؟ أنا بصي السعادة. طب كنت قاعد الشخصية دي تحفة يا رب تحفة. يا رب. تعمل ايه بقى؟ ايه التصرفات اللي بتحسي ان هي بتتصرف زيك بالظبط؟ هي خجولة جدا جدا ورقيقة قوي وبتتجرح كل شوية. أنا مجروحة
يعني بتقولها؟ طبعًا. أنا حاسة إن هي أكيد جرحتني. بتتكلم بطريقتك أيوه. برضه صح؟ تقول لي هاوريكِ حاجة هتندهشي. لا أنا مندهشة من اللي أنتِ لأ، بتقوليه لأ، يا حبيبة قلبي. معطاءة أوي، ما شاء الله عليها. رقيقة جدًا بصراحة بنوتة. أوي، عصبية جدًا، ملولة جدًا، هو كُلّه توصفي جدًا. نفسِك. الحمد لله، الحمد لله. إيه أكتر حاجة بتحبوا تعملوها أنتم الاتنين مع بعض؟ كل حاجة. عندكم حاجة معيّنة؟ شوفي أنا ما لعبتش وأنا صغيرة قد ما لعبت مع أمل، إمم. يعني أنا باعتبر إن أنا اتولدت كبيرة عارفة. فاهماكِ، أنا ساعات باشتري لعب عشان أنا مثلًا كان نفسي أشتريها وأنا صغيرة ما اشتريتهاش، فباشتريها وأصلًا فريد مش فاهم. زي إيه؟ مثلًا حاجة عبيطة جدًا جبتها له أول امبارح، في زي لعبة مقشة وجاروف، آه. والراجل في المحل عارف إنه ولد، فقال لي: "حضرتك دي بتاعة بنات جايباها له ليه؟" قُلت له: "ما لكش دعوة بس أنا عايزة آخدها، أنا أنا عايزة." بنت. هو بقى ماشي في البيت بالمقشة الصغيرة وقد حلو. كده، فساعات باحس إن أنا باشتري الحاجات عشان لأ، أنا ممكن كان نفسي فيها وأنا صغيرة وما كانتش موجودة مثلًا، أيوه، أيوه، فاهمة صح، قصدي؟ صح، صح. بتحسي إن أنتِ كمان رجعتِ صغيرة؟ أنا بنرسم كتير جدًا مع بعض، جدًا، بنرسم يعني هارين الدنيا رسم، آآ بنلعب مش عارفة بنلعب استغماية في البيت، في فمفهوم، البيت مفهوم، عادي. دي حاجة مفهوم جديدة، طبعًا، كل إمم. الحاجات اللي بتلعبها، إمم. أنا كان على وقتي شِد الكوبس، كهربا شِد الكوبس. بنلعب استني لأ، بنمثل مع بعض، نغني كتير أوي عشان هي نفسها تبقى صوتها حلو؟ مطربة. مش عارفة أقيّم حاجة، إن أنا شايفاها أحسن حاجة في كل حاجة فشكلي وِحِش قولوا أوي. فبابقى عايزة الآخر هو اللي يقول، لا تبقى في الآخر البنت بتنشِّز وأنا شايفاها أم كلثوم فتبقى كارثة يعني. بابايا ساعات لمّا يكون مثلًا كان عندي حلقة أو حاجة فيكلمني يقول لي: "على فكرة أنا مش منحاز لِك خالص، بس مش عارف مين مش شاطر." يا حبيبي أُمّال لو يعني أنت يا كده روحي أيوه. فأنا فاهمة أوي اللي هو أنتِ متخيلة، بس أنا حاسة إن هي أكيد هتبقى mini you يا رب، حاسة كده. يا رب تبقى أحسن منّي طبعًا يا رب. بتغنوا إيه صحيح؟ بنغني إيه؟ آه. أولًا إحنا بنعمل لها كل سنة أغنية في عيد ميلادها خاصة بيها. تحفة. ده كان مش اقتراحي، ده كان اقتراح أستاذ عبد الله حسن، ده كاتب حبيبي جوز غادة رجب، ربنا يخلّيهم لبعض. يا رب. فهو يعني قايل لي إنه كل سنة هيعمل لها أغنية في عيد ميلادها لحد ما فرحها إن شاء الله. الله! فالأغنية دي طبعًا بتبقى قدس الأقداس طبعًا. طبعًا. بتقعدوا عليها السَنة بقى، أيوه. صح؟ وبنقعد نغني، أنا باحب أسمّعها الحاجات القديمة، زي إيه؟ توت توت بتاعة توت 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 توت. الأغاني بتاعة زمان أطفال أكتر، يعني تحسيها طفولية آه، عن دلوقتي، أيوه. صح؟ مش عارفة هي أغنى، ما أعرفش، يعني يعني أنا قبل لحد دلوقتي باغني ماما زمانها جاية، طبعًا. يعني الأغاني بتاعة زمان فريد ما ينامش إلا ماما دايمًا، بجد؟ على طول، فما إمم. أعرفش هل هي ما أعرفش أو بتفكّرنا إحنا بطفولتنا، أنا ما باشوفش إن في أغاني أطفال كتير، لأ دلوقتي يمكن الحاجات بقت بقى الحاجات الEnglish والحاجات دي ما إمم، بقاش في الأغاني أيوه. لأ، يعني هي فعلًا عندها، يعني هي عندها دويتش بقى، عندها أغاني كتير بالدويتش لكل المناسبات، ما عنديش دلوقتي المرادف ليها للعربي إلا القديم. إمم. فأنا هي شاطرة أوي في الدويتش طبعًا، بتغني أغانيها وأنا باغنيها وما أدراكِ إن أنا باغني تحفة دويتش طبعًا، وأنا مش عايزة آجي أقضّي فاهمة. معاكم يوم عامةً، أرجوكِ. حاسة إن أنا فايتني حاجات كتير. أيوه، هتندهشي على رأيها. دايمًا بيقولوا إن أول سنة بعد الخلفة بتعدّي بسرعة، بس بتعدّي ببطء أوي، أيوه. لمّا خلصت حسيتِ إيه؟ تصدقي فعلًا هي فعلًا ببطء شديد معاناة، بس يعني طرفة عين. صح؟ والله هو السنين كلّها، أنا مش عارفة إزاي بقوا 6 ونُص ما شاء الله تبارك الله. جريوا. هوا، هوا، يعني أنا مش قادرة أستوعب. والله لمّا حد بيقعد يقول كده باحس إن أنا عايزة أرجع أفضل قاعدة قدّام فريد، إمم. لإن أنا أصلًا بالنسبة لي أول سنة دي جريت ف6 سنين ونُص أنتِ بتقولي عليهم هوا. هوا. أنا لمّا باطلّع لبسها الصغيّر أو جزامها الصغيّرة، الحاجات اللي أنا محتفظة بيها، في حاجات طبعًا بنطلّعها طبعًا. وفي حاجات بنُبقي عليها. بابقى إمتى عدّى؟ إزاي يعني إزاي دي ما بقيتش داخلة فيها يعني إزاي؟ وبتبقي قاعدة مش مستوعبة الوقت جري وكان حجمها قد كده، أيوه. تشوفي الصور أيوه. بيقولوا دايمًا إن أعز الولد ولد الولد. بنت أبوه، أيوه. مامتِك عاملة إيه معاها؟ علاقة خطيرة. احكي لي بقى لو سمحتِ. بس أنا أعتقد إنها مش شبه علاقة أي جدة ها، ب أولًا ماما شخصية ها، خاصة جدًا. ها.
يعني ماما في الأول قالت لي ما تقوليش تيتا، بتقولي ما بحبش كلمة تيتا، ما تقوليش تيتا تقولي سو. قلت لها سو ايه يا ماما بس يا حبيبتي، يعني في حضرتك وحضرتك بعلم البنت. فقالت لي خلاص تقولي يا أنا. قلت لها اوكي. فقالت أنا، قالت لي لا أنا دي عجوزة قوي. قلت لها طب تحبي إيه؟ قالت لي تقولي أنو. قلت لها ايه أنو بقى؟ عنه هو تحريف دلع لأنا. عشان مدية على روشنة. ايوه، فهي اه بتقول لها لحد دلوقتي يا أنو. هي خلاص خلاص هي كلمتها أنو، يعني حتى تحفة. محدش فاهم ايه أنو دي. هي خلاص هو هما فهموا بعض في خلاص. ده غير ان هما طبعا طول الوقت بيلعبوا مع بعض وطول الوقت بيتخانقوا مع بعض، ودي جديدة. ازاي بقى؟ ما اعرفش، هم علاقة سكر يعني لازم ادخل افض الاشتباك. طفلتين، ماما تقوم مكلماها بالصح والغلط، وهي بقى والتانية ايه ده ايه ده ايه. الدنيا ابسط. فلا بس هما مرتبطين جدا ببعض جدا، وطول الوقت في لعب وخناق مع بعض. فاكرة اول ما شافتها عملت ايه؟ اول ما اتولدت خالص؟ لا مش فاكرة، لان انا كنت بدعي. هتلاقيهم ادوها لها وانتي يعني ماما شافتها قبلي، او اه ادوها لها لان هي اللي لبستها وهي اللي كبرت في ودنها اول حد. تحفة. امير كان جنبي، فهي اللي قالت كل حاجه، وهي اللي سمت، وهي اللي قرت قران في ودنها. حبيبة قلبي ولبستها الحاجات والحاجات اللي بتاعت اللي الاطفال. بتحصل. طب بيحصل بقى بينك وبينها اي اختلافات بسببها؟ لا اصل انا ايوه، انا قولي لي بقى كده، كلميني. دي بقى فقره السحر. ارجوكي بقى احكي لي. لا، وعلى ايه المواقف؟ على ايه؟ بدءا من الحلويات. انا كنت مقرره ان بنتي ما تاكلش حلويات، لان انا مدمنه حلويات. يعني انا دلوقتي لو جبتيلي شوكولاته، دي بالنسبه لي كانك جبتيلي الماظ. شوكولاته وبونبوني. اوكي. فانا كان نفسي هي تطلع احسن مني وما تبقاش بتاكل حلويات كده، فقلت تبقى مفهومها عن كل السكريات هي اللي ربنا خلقها. الفواكه، لما جسمها طبعا استطاع اللي هو العسل بعد سنه وكده، التمر، يعني كل الحاجات اللي ربنا قراصية ومش خلقها، عارفه ايه الحاجات اللي هي الطيبة دي. حاجات ربنا مفهومها عن السكريات تاخده من الحاجات اللي ربنا خلقها، مش السكر السم اللي احنا بنحطه ده، اللي هو الشوكولاتة والكيك والحاجات. لدرجة انها كانت فاكرة ان تورتة عيد الميلاد ماكيت. هي كانت فاكرة انها لعبة بنطفي الشمع وبعد كده يا بنرميها. حبيبة قلبي يا حبيبي، ازاي عرفتي اصلا؟ سيطرت. ايه بقى نقطة التحول؟ ابتدت بماما. في مرة كان عندها 2 سنين، أنا قمت أغسل إيدي، يعني أنا قاعدة بيها، فرجعت لقيت كورة كده، فبقول لها إيه يا حبيبتي؟ أنا اللي بأكل، ما فيش حد. قلت لها إيه ده؟ فقلت لها في إيه؟ فماما بتقول لي البنت نفسها في حتة بسبوسة. نفسها في حتة بسبوسة. قلت لها يعني يوم ما البنت تاكل سكر في الدنيا تبقى ونفسها، هي شافتها فين عشان يبقى نفسها؟ دخلت صباعي طبعا جبتها. لا بتهزري. طبعا خرجتيها كده. حرام عليك يا ماما، حرام. فاحنا كنا يعني في النقاش ده طول الوقت. اوكي. يعني أماليا بقى فعلا اول مره تاكل حلويات كان في الحضانه. انا وديتها حضانه من سن 2 اوكي. وكنت متفقه معاهم ان برضو ما تاكلش اي حاجه. بس جه عيد ميلاد، هما بيحتفلوا بعيد ميلاد يا كل حبايبي حد، فكله فقالوا اكيد لي، فقلت لها لا، ما البنت ما تتحرمش طبعا يعني. فرجعت بقى قالت لي مش اكتشفت ان الكيك مش مكان مش ماكيت مش ديكور بيتاكل. وخلاص لو بتقولي بعد كده لما تجيبي لي كيك هاتي، ما تجيبيش الماكيت بقى، هاتي الحقيقي. الحقيقي. لسه هي فاكره ان انا يعني يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي. طب وايه تاني كنتوا بتختلفوا عليه؟ فاكرة حاجات تانية غير الحلويات؟ في حاجات كتير يعني. آمم أساليب العقاب مثلًا. هي عندها ايه وانت عندك ايه؟ لأ، ماما شديدة، أنا اتضربت وأنا وانا صغننة. كمان اكيد. ده انت طبعا لا ما بتضربيش خالص. لأ ما باضربش، بس خالص. أنا بازعّق. اه لأ ما باضربش، لأ، أنا أنا ولا ساعات تخرجي عن شعورك؟ لأ، لإن لطشة أنا كده. لأ، هاقول لِك ليه، لإن أماليا جات لها مرحلة وهي عندها 2 كانت بتضرب، كانت بتضربني، يعني عارفة اللي هو بتهوِّش كده، ايوه وأنا اتجرحت جدًا.
انهارت، كلمت الدكتورة بقى النفسية، قعدت تقول لي حبيبتي ما تاخديهاش على قلبك. ده انا فريد بيصبحني بعلوية طالع نازل تلطيش. هي كانت كده اتضايقتي معايا، ها؟ أنا كنت هموت. لا حنان بتهزري. والله أصل أنا كنت فاكرة إن أنا كده ما ربيتش، فقالت لي تربية إيه؟ أيوه لأ 2 و3، إحنا وصلنا لحد 3. امم فأنا كنت باقول لها حبيبتي الإيدين ربنا خلقها لخدمة نفسِك وخدمة الآخرين والطبطبة بس، امم فمنين أنا أقول كده وأنا أضرب؟ مستحيل. طب عندي سؤال، بما ان انت وسائل العقاب اللي اتعاملتي بيها وانت صغيرة مختلفة، ايه اللي خلاكي تغيري؟ إن أنا عايزة أنمّي مشاعرها وعقلها أكتر من إني أعذّبها، يعني أنا عايزاها تفتكر إن ده غلط بده وبده، مش بحاجة وجعتها، فاهماني؟ فاهمة، يعني ان ما هي يبقى يبقاش بالنسبة الذكرى لها الأصعب ان انت تقولي لها انا زعلانة منك. بالضبط. مامتك بتقول لك ان هي شبهك في ايه وانت صغيرة؟ أماليا؟ امم بتقول لي في الخجل طبعًا، وفي الرِّقة، وفي المشاعر بقى بس هي أماليا بتعرف تعبّر عني، أنا كنت خجولة لدرجة أكتر وانت منها. في سنها آه، هي اكتر. هي expressive أكتر. طيب العقاب بينِك وبين مامتِك مختلف، هي بتعاقب بطريقة وأنتِ بطريقة، بس إيه الحاجات اللي أنتِ بتربّي بيها بنفس الطريقة بالضبط؟ متهيأ لي الضوابط بقى، الحاجات الأخلاقية متهيأ لي، يعني ندخل في حاجات الصح الحرام والحلال والغلط والأخلاق، متهيأ لي دي هتبقى واحدة، لكن الtools الطريقة هي المختلفة. طب في حاجة كنتِ بتشتكي منها من مامتِك وأنتِ صغيرة لقيتِ نفسِك بتعمليها بالملي؟ لأ مش عارفة، حاسة إن إحنا مختلفين شوية، وبعدين على فكرة أنا باحس إن ماما كانت أهدى مني، أنا عصبية أكتر، بس أنا باعتذر على طول، يا سلام! أنا باعتذر لها كتير أوي. أوكي. أدخل أقول لها سامحيني لو سمحتِ أنا آسفة أنا كنت عصبية معاكِ، ولا يهمِّك، تقول لي يا ولا حبيبة يهمِّك، قلبي بقى ولا يهمِّك شخصية it's okay بس سامحتِك عديتها المرة دي. أنتِ كنتِ طفلة هادية والّا شقية؟ لأ هادية. هادية إمم. وخجولة أيوه، وشاطرة، كُمّل أيوه، الطالبة المثالية فنان كنت. متطوع متخيلة. هي عاملة إيه في الدراسة؟ والله so far الحمد لله، إحنا هُم الألمان بيبتدوا التُقل أوي من سِن 7 سنين. هو أنتِ بتتكلمي ألماني؟ طبعًا لأ. طب إزاي أخدتِ الخطوة دي؟ دي يعني خطوة جسورة. ما تكلمينا كده عن الخطوة دي خطوة كبيرة أوي. دي خطوة أكبر من إمم. سِنّي. بُصّي حبيبتي، أنا لمّا ولدت أنا صديقي المُقرّب جدًا ياسر جلال أوكي، ومراته هبة، أوكي. ربنا يبارك في عمرهم يا هُم رب. الاتنين. فاللي حصل إنه بعد ما أماليا كان عندها ما كمّلتش شهر، فقال لي: "عايز آجي لِك البيت أبارك لِك." فجِه هو ومراته هبة وبنته وابنه. ودخلوا وقعدنا طبعًا هو قعد مع أمير وأنا قاعدة مع هبة والولاد، الله أكبر من عيني يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك. أنا انبهرت بالأخلاق، ما شاء الله، أنا انبهرت. ما شاء الله. يعني أدرية بنته كانت وقتها يعني برضه إحنا بنتكلم من قرب 7 سنين، كانت صغننة دلوقتي اتخرّجت من المدرسة ما شاء الله. أقدّم لهم حاجة هي تقوم يا بنتي يا حبيبتي تقوم تودّيها المطبخ، تدخل تبقى عايزة هي اللي تغسل الأطباق، المواعين، تروح مثلًا أدب. أدب وتعاون وأخلاق. قاعدة شايلة أماليا تغني لها، أمومة مش معقولة. فأنا يعني قُلت لهبة يعني ربنا يبارك لِك على تربيتِك بجد. فقالت لي ميرسي طبعًا وكده، وفعلًا هي سِت فاضلة، بس قالت لي أنا اللي بيعاوني المدرسة اللي هي فيها. فقُلت لها مدرسة إيه؟ قالت لي ألماني، قُلت لها ياه والله كان بودّي بس أنا ما ما باعرفش أي حاجة غير إشليبيديش يعني. قالت لي لأ، وبعدين ياسر بقى دخل في الموضوع، لأ لازم أماليا تدخل ألماني ولازم المدرسة دي، وقعدت بقى إيه، بعد ما هُم مشيوا لإن أنا شُفت نموذج، أنا شُفت طبعًا. الولد والبنت، تحديدًا البنوتة كمان لإن أماليا دخلت مدرسة البنوتة أدرية. فقعدنا نفكّر فيها أنا وأمير، أمير قال لي: "أنا عايز أماليا تبقى زي أدرية."
يا حبيبة قلبي ما شاء الله عليك. ما شاء الله يا رب يحفظهم كلهم. فقلت له طيب نعمل ايه؟ فهبه قالت لي بصي علشان تبدأي تدخليها ألماني لازم تدخليها من حضانة الحضانة. ألماني، اه فلازم نفكر. دي قلت لها نفكر، البنت عندها شهر. صح. قالت لي لا ما احنا نعمل سيرش وكده، ولو عايزه تدخل نفس الحضانه بتاعت بنتي وكده. وفعلا دخلتها. انا ماشيه على نفس هبه، اللي هبه بتقوله انا بعمله. يعني جندي مجهول في طب حياتي. وما حسيتيش ان انت مش فاهمة تذاكري لها؟ بتعملي ايه في الحاجات دي؟ مبدئيا انا خدت دروس يعني باءت ونفعت ولا؟ بالفشل طبعا. المدرسين كانوا هينسوا الالماني بسببي. يا ستي ركزي ارجوك. عارفه يا ستي يا بريمه طلعت قماش. مش عارفه يعني. بس لا على فكره بفك الخط دلوقتي تحفة. لا وبكلم معاها. وعلى فكره هي لما بتتكلم بتلقطي. ايوه صعب مجهود. قوي قوي. وبعدين بس مبسوطة ان انت عملتي كده. أنا اكتشفت حاجة. سيبك إن المدرسة كويسة جدًا، لإنه أنا كان أهم عندي من العلم الأخلاق. أنا كنت خايفة أوي أقعد أقول لها غلط، عيب، غلط، عيب، غلط، حرام، وتيجي المدرسة تقول لها صح، 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 صح. فبابقى أنا اللي دقة قديمة، أنا اللي مش كويسة. كنت محتاجة مجموعة أمهات شبهي، ومدرسة تبقى بتقول كلمة عيب. أنا مش عايزة أسمع غير عيب مرّة صح تتقال. صح. مش كُلّه بقى الcute التربية وان كل حاجة الحديثة، اوكي أو الطفل يختار لمّا يبقى كبير شوية. ف فالمدرسة دي محققة الجزء ده بنسبة كبيرة جدًا، وأنا فرحانة بيها وفرحانة بالمدرسين، لإنه حقيقي عندهم حاجات تربوية. في رمضان لازم يجيبوا حاجات للخير. البنات لازم كل بنت تنضّف في الفصل، بنتين ينضّفوا الفصل كل يوم. تحفة. ما بياكلوش في الlunch box، لازم ياكلوا في أطباق عشان يقوموا يغسلوا أطباقهم. عشان كده وهي عندكم في البيت. أيوه، فكرة إنِّك تتعاوني. اه آآ الحاجة التانية إن بنتي بقت بتعرف إنجليزي مع إنها ممنوعة من الإنجليزي. القانون الDeutsch إنه ما فيش أي لغة تدخل غير العربي والDeutsch اوكي. لحد ما يأسسوهم وبيبدأوا يدخّلوا إنجليزي من تالتة ابتدائي. وعلى فكرة هم كمان من الحاجات الكويسة إنه بيخلّوا البنات لسانهم مش وعوج. يعني فاهمة. ما تقعديش مع بنت عندها 12 سنة تقعد تكلمِك لا عربي 100%. عربي، تحفة. عربي. تحفة. يعني أنتِ تقعدي مع أماليا ما بتكلمكيش أجنبي خالص، تحفة. خالص. اتعلمت بقى انجلش منين؟ منين بقى؟ من التلفزيون، من الفيديوهات، من الأغاني. تحفة. فبقت بتتكلم. قُلت طب الحمد لله أنا ما دفعتش فلوس على مدارس English في وهي ثانية بتتعلم. اصلا البلد كلها بتتكلمها بالضبط. فسهلة قوي فهي يعني. هي بقت بتتكلم دلوقتي شجعتيني. English لأ حقيقي. وهُم كمان مش طالبين مننا كده. يعني أنا ما فيش ولا أم من الأمهات بتعرف Deutsch إلا مثلًا واحدة أو 2، وال6، ال7 الباقيين ما بيعرفوش. هُم مش طالبين مننا ده، هم بيقوموا بده. هُم بيقوموا بده. حنان أنا مبسوطة أوي بالinterview، مبسوطة أوي إن وأنا أنتِ كمان، نورتينا. هاطلب وأنا منِك حاجة كمان. أخيرة، اتفضلي. هتقولي نصيحة لكل داخلة على أول سنة مامي، داخلة على اللخبطة أو هي فيها دلوقتي، فكلامِك هيهوّن عليها كتير أوي، لإن أنا باشوف إن أنتِ من أكتر الممثلات المحبوبة، ما بيختلفش عليكِ 2، يا رب أبقى كده. فكلامِك هيأثّر أوي معاهم، تقولي لهم إيه؟ أنا ما باحبش خالص أدّي نصايح، لإني باحس إن أنا أقل بكتير من إن أنا أدّي نصيحة. وباحس إن كل واحد ليه رحلته، وكل واحد ليه تجربته. بس إن هاقول حاجة، هاقول لكل أم مقبلة على الخلفة أو خلّفت في سنة أولى خلفة، إنها تستمتع، ما تخافش إنها تغلط، وكل حاجة بيتم تداركها، وإنه كلنا رحلة خاصة جدًا. لا أنا شبهِك ولا أنتِ شبه جارتِك. ممكن حد يمدِّك بنصيحة، بس في الآخر رحلتِك أنتِ اللي بتقوديها أنتِ وجوزِك بس. فربنا يوفقكم كلكم يا رب ويدّي كل مشتاق. ألو، الو هاي يا لولا إزيِك؟ الحمد لله. أنا مبسوطة أوي إن أنا باكلمِك. وانا كمان احكي لي بقى، مامي بتعمل أكل حلو؟ اوي. إيه أكتر أكلة بتحبيها من مامي؟ اي اكل. يا روحي أي أكل، كل الأكل بتحبيه؟ الله يجبر بخاطرِك يا بنتي. طب لولا قولي لي، مامي لمّا بتزعل بتقول لِك إيه؟ بتقولي تعالي اجي خدني انا لأ هايط. لولا أنا بادّيكِ بوسة مبدئيًا قبل أمّا أكمّل المكالمة. طب قولي لي، مامي بتزعّق جامد والّا لأ؟
شوية. طب لما مامي بتزعل مين فيكم بيصالح التاني الأول؟ أنا انتي. طب بتعملي ايه عشان تصالحيها؟ بحاول أضحكها. بتحاولي تضحكيها؟ طب مين فيكم بيغني بصوت أعلى في البيت؟ هي طبعا. صوتك حلو؟ طب ممكن تغني لنا حاجة؟ لا لا. أنا هحترم القرار بتاعك وأنا تمام ما عنديش. لا. طيب لولا مين فيكم بيعيط أسرع؟ أنا طب مين بيحب يتصور وياخد سيلفيز أكتر؟ ماما طب قوليلي مين فيكم لما بيتخانق بيصالح التاني وممكن يجيب له هدية أسرع؟ بتجيبي ساعات لمامي هدايا؟ شوية. طب ايه أكتر كلمة مامي بتقولها لك؟ لولا. لا بقولك ايه اكتر كلمة يا لولي؟ ايه الكلمة اللي بقولها لك كتير؟ نسيتي كل الكلام يا روحي. ها يا لولي قوليلي. ما تتكسفيش يا لالا. كده هي مش مكسوفة، هي مجاوبة كويس قوي بالعكس لحد انتي دلوقتي. جريئة. طب لالا أنا خلاص هسيبك تروحي تلعبي، بس عايزة تقولي لمامي حاجة قبل ما أقفل. هتقولي لمامي ايه طيب؟ بحب. بموت فيكي يا بصي روحي. قالت لك بحب. بموت فيكي يا روحي. لالا أنا اللي بحبك قوي، أنا لازم أشوفك. أوكي يا لالا هظبط مع مامي ولازم أشوفك. أوكي كيف شكرا قوي إنك وافقتي تكلمينا. يلا روحي العبي بقى. أوكي يلا مامي معاكي. ميرسي يا لالا، ميرسي يا لالا قوي، متشكرة، دي أحلى مكالمة جات لي في حياتي، متشكرة قوي. بحبك يا روحي. باي. طب تقولي لها انت ايه بقى؟ قالت لك بحب. نور عيني، بحبها نور عيني، أحلى حاجة حصلت في دنيتي، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويحفظها. ربنا يخليها لك يا رب. يحفظها. شكرا قوي نورتينا واتبسطت قوي بانتي وأنا موجودة. شكرا كمان، جدا. وأنا يروح ميرسي. قلبي وأنا نسمي الله يا اساتذه. 3 2 اكشن. فريد عنده سؤال مهم قوي يا دكتور. عايزة جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظر. والله الذاكرة بترجع اهي واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. الأمومة مش سهلة. يا رب تستفادوا منها لا بص طب عايز اخدها وان شوت. مسؤولية كبيرة قوي بتبقى فجأة مش عاجبني. طب مش بسم الله آخر مرة إن شاء الله. نادية بقى عشان هنقلب بقى. أنا بصي لا هعيط. هو يا عم في ايه يا عم هزر؟ مود مقفول كده. انت يا لينا بطلي. يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا. بحبكم قوي. لاف يو يا لينا.